عمرك جالك احساس وانت بتتفرج على التلفزيون او فاتح التليفون شفت رئيس دولة مستفز عامل قلق ونوش في العالم وقلت لنفسك يا لو بس تجمعني بيه صدفة وانا طرشم وش امه واخلص البشرية من البني ادم ده. احب اطمنك يا صاحبي واقول لك فرصتك جاتلك لحد عندك، عشان محمود عشري من 5 في عينك جايب لك افضل طريقة عشان تهزم بعض رؤساء الدول. واول رئيس معانا هو جورج بوش الابن، وده رئيس سهل جدا تهزمه. قدامك طريقتين. الطريقة الاولى هي انك تنزل وسط البلد تحديدا شارع الشواربي، هتلاقي هناك خيرة محلات الجزم والصرم والشباشب المدرعة، هتعدي عليهم واحد واحد وتنقي افخم جزم جلد صناعي ببوز ومنقرشة، وتطلع على ولاية تكساس محل اقامة جورج بوش وتبدأ معاه حرب استنزاف جزم. بس استنى يا حبيبي، قبل ما تبدأ المعركة انت محتاج تدريب قاسي عشان تتقن دقة حتف الجزم على وشه، فهتستعين في التدريب ده بوالدتك الموقرة لانها انسب شخص يعلمك ازاي تحدف الجزم في وش البني ادم بدقة متناهية، نظرا لان الامهات عندهم فطرة طبيعية بالنشان بالشباشب على وشوش عيالهم. وربنا معاك يا بطل. الطريقة التانية صعبة شوية، وهي انك لو ما قدرتش تتقن دقة حتف الجزم هتضطر ساعتها تروح دولة المغرب وتستعين بأم خديجة المغربية الساحرة عشان تحضر ارواح جواري زوجة عز الدين ايبك المملوكي اللي نزلوا على نافوخ شجر الدر بالصرم والابائيب وقتلوها. وارواح الجواري دول هيعرفوا يتعاملوا مع جورج بوش كويس جدا. انت بس محتاج تبدل الابائيب بالجزم وتراضي ام خديجة المغربية بقرشين محترمين عشان ما تعملش معاك الحلبسة. وطبعا الطريقتين دول قدمها لنا الصحفي العراقي الفحل المغوار القدوة ابن القدوة منتظر الزايدي. اعطيه يا بدري، اعطيه يا بدري، اضرب يا بدري. ولو بتسأل ليه جورج بوش اساسا محتاج تهزمه، فاحب اقول لك ان ابن الحرام ضحك على العالم كله وقال ان العراق فيها اسلحة دمار شامل وراح احتلها وقلب نفط البلد وخلع. مش بس كده، ابن الحرام سرق ذهب من العراق بما يعادل مليارات الدولارات وحطهم في توابيت امريكية ورجعهم على امريكا وقال انها توابيت الجنود الامريكان الشرفاء اللي استشهدوا في العراق. ولحد النهاردة في امريكان مغفلين مصدقين انها توابيت جواها جنود ماتوا في الحرب وبيدعوا لهم. الرئيس اللي بعده زيلينسكي، ده رئيس سهل جدا تهزمه، يعني مش محتاج تحضير ولا تدريب ولا اي حاجة. لو ما تعرفش فرئيس اوكرانيا زيلينسكي اصلا ما كانش سياسي ولا يعرف قانون واحد في الدستور. زيلينسكي كان ممثل كوميدي مشهور في اوكرانيا. عمل فيلم اسمه خادم الشعب، والفيلم ده كان اهم سبب خلاه يترشح للرئاسة ويفوز بيها. الفيلم كان عن راجل بيشتغل مدرس تاريخ عادي في مدرسة بلبيس الثانوية بنات في كييف، وبالصدفة بقى رئيس اوكرانيا بعد ما عمل فيديو بينتقد فيه الفساد السياسي. والفيديو ده طلع ترند على التيك توك واتشهر اكتر من تامر الجيار. وفي اخر 2018 جه زيلينسكي ورشح نفسه لرئاسة اوكرانيا بجد بعد ما اسس حزب بنفس اسم الفيلم وهو خادم الشعب. والشعب فعلا انتخبه وقالوا لك الراجل ده فهمان وبيضحكنا يا رجاله، وحاجه غير تقليديه عشان احنا زهقنا وطهقنا من السياسيين الفاسدين. حاجه كده زي ما يكون هاني رمزي مثلا رشح نفسه للانتخابات بعد ما عمل فيلم زازا وقال يعني الناس هتنتخبه عشان في الفيلم قال ان مصر مش اقل من الدول العظمى ولازم يكون عندنا اسلحه نوويه زينا زيهم. اول اوسخ من كل ده معلم، يعني لو الشعب كان انتخب سعد الصغير بعد ما رشح نفسه. انا همسك رئاسه الجمهوريه مبدئيا اول حاجه هلغي الحي. ليه بقى؟ لان الحي ده هو اللي عامل لنا مشكله دلوقتي. الاقوا ليه قاعده بجرجير روح جاي واخدها. هجيب وزير الداخليه عم احمد السكي. بالنسبه للجامعات مفيش جامعات، هي هتبقى جمعيه واحده وكل واحد يقبضها كل شهر. تنتخبوا مين؟ سعد السعد، وتحيوا مين؟ سعد السعد. وعلى فكره هدي لكل شاب شقه وتوك توك مرخص.
فازاي تهزم زيلينسكي؟ اولا ده راجل ممثل كوميدي يعني كلاون، فكبيره مثلا تجيب له محمد هنيدي هيرزعه العلقه التمام واتعشت على كده. ثانيا زيلينسكي ما يبانش عليه بس هو في الحقيقه شحات لابس جزمه براند، ما سابش دوله في حلف الناتو الا لما شحت منها شويه قرشينات يصرفها على البودره والحجرين. كل كام يوم كان يطلع يقول لامريكا ولا المانيا والنبي هتجيب جنيه، والنبي هتجيب جنيه، ربنا يخليك، والنبي هتجيب جنيه، والنبي يا عمي وحياة امك هتجيب جنيه. ففي الحاله دي انت هتتعامل معاه زي ما ترامب اتعامل معاه بالظبط. جابوا البيت الابيض وقعدوا قدامه وقعد يهين فيه ويقل منه طول القعده، هو مش قادر يفتح خشمه عشان القرشينات ما يروحوش عليه، فكيف بيذل رجاله. الرئيس اللي بعده جو بايدن، الرئيس السابق للولايات المتحده. ده راجل يعني رجله والقبر، اترشح للرئاسه اللي فاز بيها وهو عنده 77 سنه. يعني بدل ما يعمل له كولدير ميه ولا يتبرع لايتام قبل ما يواجه وجه كريم، رايح يترشح لرئاسه اقوى دوله في العالم. ورغم انه راجل شايب ومعجزه اصلا انه قادر يلبس الشراب والجزمه لوحده وبيتحرك بالعافيه وبيتهته في الكلام ومش فاكر عمله بلده دولار ولا يوان اساسا، الا ان ربايته كانت ناقصه شويتين 3 4. وده لسببين. السبب الاول ان كان عليه اتهامات وادعاءات انه بتاع عيال، والسبب التاني ان رغم سنه وخلاص هيتوكل على الله في القريب العاجل، الا انه مصمم يفنس لاسياده. وكلامي هنا عن الكيان المحتل، طلع هاجم اخواتنا ووقف مع الكيان، ومش بس كده ده فشخ بلده نفسها باقتحام عملاء من الكيان في اللوبي الامريكي وخلاهم مسيطرين سيطره تامه على السياسه الامريكيه، والحكومه والسياسيين تحت حكمه كانوا بيبيعوا مراكزهم حرفيا بمجالس الشيوخ والبرلمان واللازم منه لعملاء الكيان. ده غير مليارات الدولارات اللي خرجت تحت حكمه لاوكرانيا وكيان، والفلوس دي كلها مش دافعها من جيب ابوه طبعا، كل المليارات دي من فلوس الضرايب اللي بيحلب شعبه بيها. عنده ازمه شعب مش لاقي سكن ومرمي في الشوارع، ازمه شعب مدمن هيروين وبانجو وستروكس، ازمه هجرات غير شرعيه من المكسيك وهيتي، والشايب العايب رايح يبعت مليارات من فلوس الضرايب للكيان واوكرانيا. ده رئيس انت مش محتاج تهزمه ولا حاجه، كفايه عليه الزمن اللي بينهش في عظمه والتاريخ اللي هيذكر انه اعبط رئيس جه في تاريخ الولايات المتحده. قبل ما اكمل عايزك تقول لي في التعليقات اعمل جزء تاني من الحلقه دي، ولو هعمل جزء تاني قول لي اسامي رؤساء حاليين او سابقين محتاجين نهزمهم، بس يعني رؤساء اجانب الله يستر عرضك مش عايزين نوش. وما تنساش تعمل لايك على الحلقه وتشترك في القناه، ويلا بينا نكمل. الرئيس اللي بعده هو ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا. ده راجل على باب الله، يعني يتقال له خش يمين يخش يمين، يتقال له خش شمال يخش شمال، غلبان وكلمته على قدها وبتنزل الارض بعد اي ضغط جماهيري. يعني يتقال له اطلع اشخط في المسلمين يقول لك تمام يا فندم. اطلع اشخط في المسيحيين يقول لك تمام يا فندم. اطلع ساند الكيان يقول لك تمام يا فندم. اطلع ساند الفلسطينيين يقول لك تمام يا فندم. حتى يعني لو بصيت على حياته الشخصية هتلاقي الموضوع ده مرسخ في علاقته الزوجية. يعني مبدئيا هو عنده 47 سنة، لسه ورور يعني في الحياة السياسية، وزوجته عندها 72 سنة، يعني في فرق 25 سنة ما بينهم. فما كنتش متأكد العلاقة دي اتكونت ازاي وفين وليه. يعني انا افتكرته من الشباب اللي بيسقط على شرم الشيخ عشان يشقط له ست عجوزة تديله فيزا شنجن او تشتري له ايفون 17 برو ماكس ولا جهاز بلاي ستيشن 5 برو. بس ماكرون كده كده معاه باسبور شنجن ومعاه فلوس يشتري ايفون عادي. لحد ما عرفت الحقيقة، زوجة ماكرون كانت مدرسته اصلا لما كان في الثانوية العامة وعنده 15 سنة. يعني زمايل ماكرون كانوا طبيعيين عادي بيروحوا يخمسوا قدام مدارس البنات بمكنه صيني، اللي هو كان بيقعد يفلرت مع مدرسته ويشبط لها السن. والمدرسه دي كانت مدرسه كاثوليكيه محافظه، فالموضوع اغرب من العادي. والانقح من ده ان مدرسته دي كانت متجوزه اصلا ومعاها 3 عيال شحوطه. ولما اهله عرفوا بالعلاقه المريبه دي نقلوه المدرسه في باريس بعيد عن الولايه دي. لكن يعدي 14 سنه وماكرون يوصل ل 29 سنه ومراته توصل ل 54 سنه، ويتجوزوا بعد ما خلق
خلعت جوزها ونطرت عيالها. ازاي نهزم ماكرون بقى بعد القصه دي؟ انا تحريت عن ماكرون واعتقد انه شخص مزوخي. في كذا لقطه جابت زوجة ماكرون وهي بتزعق له وبتربيه وبتسكعه قلمين والتالت على قفاه، واللي يخليك تسيب نسوان فرنسا كلها وتجري ورا مدرستك. يعني زي ما قلت الكيف بيزل. فانت كل اللي عليك انك تجيب لك شويه كلبشات وكرباج جلد سوداني والباقي انت عارفه، يعني لا داعي للتوضيح، احنا قناه محترمه ومحافظه. الرئيس اللي بعده كيم جونج اون، رئيس كوريا الشماليه. بص انا متفهم انه يبان راجل مرعب ومجنون ودماغه بيجري جواها كلاب سعرانه، متفهم انه قاعد مستني اي حد يجر شكله عشان يرمي له قنبله نوويه من اللي عنده اللي بقاله 400 سنه بيطور فيهم، متفهم انه بيتلكك عشان يبدا حرب عالميه ثالثه مع امريكا واوروبا وكوريا الجنوبيه. لكن انا مش قادر اتخطى فكره ان وشه بيبي فيس واني حاسس انه مجرد طفل. يعني اي رئيس دوله مرعب دايما هتلاقيه عنده كاريزما وبيديك انطباع انه جبار، الا الراجل ده بيديني انطباع انه مطبق ورديتين على فورتنايت وبيلعب بنك الحظ مع اخته. يعني انا مش هقول لك انك ممكن تستغل نرجسيته ضده بما انه مرشق صوره وتماثيله في كل شبر في البلد وبيقول لشعبه انا ربكم الاعلى. انا هقول لك انك لو دورت جواه بتمعن هتكتشف ان عقله ما تخطاش عقل طفل عنده 7 سنين. يعني انت ممكن تضحك عليه لو جبت له كام قنبله نوويه لعبه كده بشخاليل وخدته وحطيته على جزيره 300 متر هواها بحري في نص المحيط، هينبسط جدا ونخلص منه. الحلقه دي ليها بونص عشان انت حبيبي، وهما 2 رؤساء مستحيل اقدر اهزمهم. الرئيس الاول هو رئيس العراق الراحل صدام حسين. حبوا ما تحبوا، تشجعوا ما تشجعوا، الكل متفق ان عنده كاريزما تهز جبال، فحل مغوار انطولوجي ما اقدرش اهزمه مهما عملت قدامه. يا اسطى انا لو في ايدي سلاح كلاشينكوف وفي جيبي 3 بكاوي ديناميت شديد الانفجار ولقيت في وشي صدام حسين يا دوب معاه سكينه مطبخ عليها بواقي توم وبصل، انا هترعب واسلب له نفسي واعترف اني مسؤول عن سقوط بغداد واني حرامي غسيل وبسرق جزم وشباشب من قدام الجوامع. الرئيس الثاني هو صاحب اكبر اورا ورز في العالم، رئيس روسيا فلاديمير بوتين. الراجل ده عنده اورا تغطي المجموعه الشمسيه لدرجه ان ترامب رئيس امريكا عدو روسيا الاول 1017 لقاء قبل كده ان بوتين مدحه وقال ترامب شخص ذكي جدا. تخيل اورتك عاليه لدرجه ان عدوك بيتفشخر بمدحك ليه. رئيس بيركب دب بري وهو طالع رحله للقناطر الخيريه حداهم في روسيا. رئيس بيتعمل له تعظيم سلام من حمامه وهو ماشي في الشارع. رئيس بياخد له غطس في الميه وسط التلج ودرجه حراره -20. صباح المساء يا راجل، هو انا مستغني عن عمري؟ 好，中国现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋速度与激情就我最喜欢。